اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واشتراك في القناة الأولانية. قصتنا بتكون مع طالب في المدرسة الإعدادية اسمه إدوين، واللي بيكون مش مبسوط من حياته المملة وإنه مش متقبل أي حد حواليه. إدوين إنسان حساس وعاطفي قوي، على عكس صديقه الوحيد اسمه فيليك اللي بيكون متهور ومندفع وعدواني. إدوين وفيليك بيتعرضوا لمضايقات كتير من زمايلهم اللي أكبر منهم في المدرسة، عشان كده هما الاتنين عازلين نفسهم عن كل اللي حواليه. لكن إدوين بيكون متضايق قوي من باباه ومامته لأنهم بيتجاهلوه، وخصوصا باباه اللي بيصدق اي حد في الدنيا الا ادوين، خصوصا لما حد يشتكي منه ودايما بيقول له انت اللي غلطان. في اول يوم في الدراسه ادوين ما بيعرفش يفتح الدولاب بتاعه عشان مقفول بقفل ارقام، وهو مش عارف يظبطه على الرقم بتاع دولابه، وما بيقدرش ياخد كتبه معاه في الفصل. ميس ماير بتسال ادوين على الكتاب بتاعه لكن هو ما بيردش عليها، بس في واحد من زمايله اللي في الفصل بيقول لها انه ما بيعرفش يفتح الدولاب بتاعه. ولما ميس ماير بتسال ادوين اذا كان الكلام ده صح ولا غلط بيرد عليها بطريقه وحشه قوي، عشان كده بتحوله على مدير المدرسه، واللي ادوين بيرد عليه برضه بطريقه مش كويسه، فبيعرفه انه هيبعت يجيب باباه ومامته عشان يشوف حل لمشكلته. بعدها ادوين بيقابل فيليك واللي بيحكي له هو متضايق عن معامله مامته معاه. فيليك بيكون زعلان من مامته عشان هي دايما بتتدخل في حياته ومش مدياله مساحه من الحريه، بس وهما بيتكلموا في ولد بيخبط فيليك بالكوره، فبيقوم فيليك رميها بعيد، فبتحصل بينهم خناقه كبيره، بس الولد بيضرب فيليك جامد لانه اكبر منه، وفيليك بيعرفه انه هينتقم منه ويقتله. ادوين بيرجع على البيت وبيحكي لمامته اللي حصل. مامته بتحاول تفهمه انه يحاول يشغل نفسه باي حاجه يطلع فيها غضبه وكمان يشغل بيها وقت فراغه، وبتفهمه ان ده هيكون ليه تاثير كبير على حياته. تقترح عليه انه يشوف اي هوايه او اي رياضه يلعبها هو وصاحبه فيليك، وهيلاقوا حياتهم اتغيرت خالص وبقت احسن. تاني يوم ادوين وفيليك بيلعبوا قدام الجراج بتاع جارتهم مدام بنجوي، وواضح كده يا جماعه انها اتضايقت منهم عشان فيليك كلمها بطريقه مش كويسه واتريق كمان عليها. ادوين لما بيرجع على البيت بيلاقي مامته بتقول له ان مدام بنجوي اشتكت منه وان هو وصاحبه فيليك كسروا الباب بتاع بيتها. ادوين بيزعل ان باباه ومامته صدقوا الكلام بتاع مدام بنجوي ومش مصدقينه لما بيقول لهم انه ما عملش كده وما كسرش الباب بتاعها، وبيقوم مع العشاء وبيسيبهم وبيمشي. بعدها بيكون ادوين مع فيليك في المدرسه وبيتكلموا مع اتنين من زمايلهم، بس فيليك بيكلمهم بطريقه مش كويسه عشان كده هما بيتريقوا عليه، وبتقوم بينهم خناقه، وبرده فيليك بيتضرب جامد. فبيرجع على البيت زعلان قوي ومتضايق وزهق من اللي بيحصل معاه، وبيقرر انه هينتقم من كل اللي ضايقوه، وبياخد ادوين وبيروحوا على المدرسه بالليل، وبيكون معاهم سم عاوزين يحطوه في الاكل بتاع الطلبه، لكن بيلاقوا المطبخ مقفول وما بيعرفوش يدخلوه. فبيرجعوا على البيت وفيليك بيطلع الاسلحه بتاعه باباه وبيوريها لادوين وبيقول له انه هيموت كل الطلبه اللي ضايقوه، بس ادوين بيعرفه انه تصرف متهور ممكن مستقبلهم يضيع، وبيقول له انه راح معاه اول مره بدافع الصداقه اللي بينهم وان محدش شايفهم، انما سلاح وضرب نار كده هيودوا نفسهم في داهيه. وعلى الرغم من الكلام ده كله الا ان فيليك بيصمم على رايه. تاني يوم في المدرسه وفي حصه الرسم تحديدا يعني، ميس ارنولد تكتشف ان ادوين بيرسم رسمه حلوه قوي، ولما بتساله هي الصوره دي بتاعت مين بيعرفها ان ده اخوه الصغير جوس وانه بيحبه قوي عشان كده رسمه. ميس ارنولد تعجب قوي بالرسم بتاع ادوين وبتقول له انه موهوب، وبتطلب منه ينمي الموهبه بتاعته وانه لازم يشارك في انشطه الفنون في المدرسه. ادوين بيكون مبسوط باللي هو بيسمعه وبيحس انه اخيرا لقى التقدير المناسب ليه. وبيجي وقت الغداء وادوين بيكون مع فيليك وبيلاقوا لوسي وساندرا زمايلهم بيطلبوا من ادوين انه يشارك معاهم في نشاط الفنون، وبيعرفوه ان ميس ارنولد هي اللي قالت لهم يكلموه عشان هي عرفتهم انه فنان وموهوب قوي. ادوين بيبتسم بس بيلاقي فيليك بيتريق عليه. بعد المدرسه ادوين وفيليك بيكونوا تحت الكوبري في المكان بتاع فيليك اللي بيكون عامل زي مخزن كده. فيليك بيعرض على ادوين الخطه بتاعه اقتحام المدرسه وبياخد رايه في المكان المناسب اللي هيدخلوا منه. فيليك بيكون حدد يوم الجمعه الجايه عشان ينفذ خطته، لان اليوم ده هيكون في اجتماع لكل الطلبه في الصاله بتاعه الالعاب. بعد كده بيروحوا على المخزن اللي في بيت فيليك عشان يشوفوا ايه الادوات اللي هيستخدموها في الخطه بتاعته. وبيوصل ابو فيليك وادوين بيشوف ان فيليك بيتضايق من باباه اللي بيتريق عليه وبيقول له انه ما عندهوش طموح
طموح ولا عنده هدف ولا حتى عنده خطة في حياته. لكن فيليك بيعرفه انه عنده خطة وهو شغال عليها دلوقتي، وبيوعده انه هينبهر بيها قوي لما ينفذها. تاني يوم ادوين بيكون مع باباه ومامته وقاعدين مع مدير المدرسة وميس ماير المدرسة بتاعته، واللي بتعرف باباه ومامته انه ادوين دايما مضغوط قوي لانه على طول ساكت وقاعد مع نفسه ومش اجتماعي مع الطلبة، وانه بيرد ردود حد قوي ومش لطيفة. بس بتعرفهم انه ذكي جدا، وميس ارنولد كتبت عنه تقرير بتقول فيه انه مجتهد قوي في الانشطة بتاعة الفنون اللي هو بيشارك فيها. مدير المدرسة بيسألهم اذا كان حصل مشكلة بينهم اثرت على سلوك ادوين، لكن هما بيعرفوه ان مفيش حاجة زي كده حصلت. فبيعرض عليهم انه ادوين يشارك في برنامج تأهيلي، وان البرنامج ده عبارة عن شوية انشطة اجتماعية بيشارك فيها طلبة كتير، وده هيكون مفيد لادوين عشان ثقته بنفسه ترجع له شوية. وبيفهم ادوين انه هيكون مستمتع باللي هو هيشوفه في البرنامج ده، وبياخد رأي ادوين في اللي هو قاله، وادوين بيوافق. ادوين بيروح مع فيليك على المخزن بتاعه اللي تحت الكوبري، لكن بيلاقوا شلة اولاد اكبر منهم ماسكين الورق والحاجات بتاعت فيليك اللي بيتهور وبيمسك حجر وبيكون عاوز يتخانق معاهم. بس لما بيشوفهم كتير بيغير رأيه، والزعيم بتاعهم بيقول له انه لو كان عمل اي حاجة كان هيموت. فيليك بيطلب منه اوراق بتاعته، لكن الزعيم بتاع الشلة بيطلب منه يعتذر على اللي هو كان عاوز يعمله، غير كده مش هيديله الورق. فيليك بيعتذر غصب عنه، والولد بيرمي له الورق على الارض. فيليك بيكون في قمة غضبه وبيزيد اصراره على الانتقام، وبيقابله ولد اسمه هيرمي، وده لما بيعرف اللي حصل معاهم بيحكي لهم انه بيتعرض لنفس التصرفات من ولد جاره اسمه زينسكي، ونفسه ينتقم منه هو كمان. وهما بيتكلموا بيوصل ابو ادوين وبياخد ادوين على البيت، وفي السكه بابا بيطلب منه ما يقعدش تاني على الارصفه في الشوارع. ادوين بيحكي له على اللي حصل مع فيليك. بابا بيقلق عليه من الخناقات اللي دايما بيقع فيها بسبب فيليك، وبيفهمه ان ده غلط، وان الاطفال اللي في سنهم يا اما بيذاكروا يا اما بيلعبوا رياضه في وقت فراغهم، لكن ما ينفعش يكونوا في الشوارع كده، ما يصحش، وحياتهم كلها خناقات وعنف بالشكل ده. بس الكلام ده ما بيعجبش ادوين، وبيطلب من بابا انه يسكت. بعدها ادوين وفيليك بيكونوا قاعدين مع لوسي وساندرا. ساندرا بتقول لهم ان في ولد اسمه ماسيو كان بيقول عنهم كلام مش كويس. فيليك بيتغاظ قوي وبيكون عاوز يعرف مكانه فين، لكن ادوين بيعرفه انه دايما بيغيب وما بيجيش المدرسه غير كل فين وفين. بس فيليك بيكون مصمم وعاوز ساندرا تقول له على مكان بيته باي طريقه، وبيكون عاوز يتخانق معاها، فبتاخد صاحبتها وبتمشي. في البيت فيليك بيكون متنرفز قوي وعاوز ينتقم من الولد اللي اسمه ماسيو، بس ادوين بيتكلم معاه وبيفهمه ان اللي بيعمله ده غلط، لان ده سلوك عدواني قوي، ومش كل شويه هيكون ليهم خناقه شكل بقى، وده خطر عليهم هما الاتنين يعني. وبيعرفوا انه اكتشف ان حياته بتتاثر باللي بيحصل ده. لكن ادوين بيتفاجئ ان فيليك بيتخانق معاه وبيطرده بره البيت، ده صاحب عمره ليه يعمل كده؟ ادوين بيرجع على البيت زعلان ومتضايق، وبيكتشف ان مامة فيليك كلمت باباه ومامته وحكت لهم على اللي حصل. مامة ادوين بتاخده في حضنها وبتواسيه، وهو بيعرفها انه من النهارده قطع علاقته بفيليك. ادوين بيكون لوحده لكن بيذاكر كويس، وبيستمر في المشاركه في الانشطه الفنيه، وبيلاقي وقت يقضيه مع باباه واخوه جوس، وبيحس ان صحته بقت كويسه وحالته النفسيه بقت احسن بكتير. ده غير انه لما بيقعد لوحده بيكون ذهنه صافي قوي. باختصار كده يا جماعه، ادوين اكتشف ان فيليك كان بيصدر له طاقه سلبيه بسبب التوتر اللي هو دايما فيه والعنف والخناقات اللي بتحصل معاه. ادوين بيقابل هيرمي اللي بيكون متخانق مع زينسكي جاره، بس زينسكي ضربه جامد. هيرمي بيطلب من ادوين انه يعمل له خطه عشان ينتقم منه، وبيعرفه انه معاه سلاح وممكن يعوره بيه. لكن ادوين بيتفاجئ ان هيرمي متاثر قوي بفيليك وعايز يعمل زيه، فبيحاول يهديه وينصحه ان اللي هو عاوز يعمله ده غلط، يعني هو خلص من فيليك طلع له هيرمي، يا عيني عليك يا ادوين. بعدها ادوين بيكلم فيليك بيطلب منه يتكلم مع هيرمي، ويحاول يمنعه عن اللي هو عاوز يعمله مع زينسكي، لانه هو الوحيد اللي هيرمي هيسمع كلامه. بعدها ادوين بيكون قاعد في الجنينه اللي جنب البيت ومعاه الكوره بتاعت اخوه جوس، وبيكون في ولد صغير بيلعب مع باباه. الولد بيطلب من ادوين انه يديله الكوره يلعب بيها شويه، فبيديها له. كان الولد بعد ما بيخلص لعب ما بيرضاش يرجع له الكوره، ولما ادوين بيطلبها منه بيلاقوا ابو الولد بيرفض يرجع الكوره. ومش بس كده يا جماعه، استنوا، ده بيزقه وبيوقعه على الارض. ايه ده الاسلوب ده؟ ادوين بيرجع على البيت وبيكون زعلان قوي لدرجه انه بينام تحت السرير، وبيعيط لما بيسمع اخوه جوس وهو بيعيط وبيسال على الكوره بتاعته. مامته لما بتشوفه كده بتقلق قوي وبتكون عاوزه تطمن عليه، فبتطلب منه يحكي لها عن اللي مزعله. ادوين بيقول لها انه ضيع الكوره بتاعت جوس، وبيعرفها باللي حصل معاه. مامته بتطبطب عليه وبتاخد بخاطره، وبتفهمه ان اللي حصل ده مش غلطته هو، وان المشكله مش عنده، المشكله عند الراجل الكبير اللي اخلاقه وحشه ومش متربي، وسمح لابنه انه ياخد حاجه مش بتاعته، يعني عيله بلطجيه كلها ومش كويسين. تاني يوم ادوين بيشتري كوره لاخوه، بس بيكون لونها وردي لانه ملقاش غيرها في الماركت. مامته بتعرفه انه جوس بيعيط عشان مش عاجباه الكوره الجديده وعاوز الكوره الزرقاء بتاعته،
بتاعته. فبيروح له ادوين وبيتكلم معاه وبيوعده انه هيجيب له كوره لونها ازرق، بيطلب منه يهدى وينام خالص. الموقف اللي حصل ده بيخلي ادوين يرجع لفيليكس عشان يشارك معاه في خطه الهجوم على المدرسه، وبيروح له بالليل عشان يراجعوا الخطه سوا. بعدها بياخدوا الاسلحه وبيروحوا على المدرسه وبيحطوا الاسلحه في الدواليب بتاعتهم. تاني يوم ادوين وفيليك بيكونوا قدام باب صاله الالعاب واللي بيكون فيها اغلب طلبه المدرسه. فيليك بيفتح النار على الموجودين وبيخلي الكل يخاف ويجري، لكن ادوين بيخاف يعمل زيه، فبيقدر واحد يمسكه وبيشوف فيليك وهو بيحاول يصلح البندقيه بتاعته بس الشرطه بتموته. وبعد فتره بنشوف ادوين مع باباه ومامته على المركب بتاعهم بعد ما ادوين خلص فتره العقوبه بتاعته وقرر يبدا حياه جديده بمساعده باباه ومامته. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.